يا الهادي فاطمة بعد عيونك مظلوم. يا الهادي فاطمة أجرك على الزهراء بعد عيونك. بس غمضت عينك يا الهادي ظلت أمي حسيني تنادي. بس غمضت عينك يا الهادي ظلت أمي حسيني تنادي. يا سوري الباري وعمادي شي طفيني راني فادي. شي طفيني راني فادي. بأي ذنب قتلت الزهراء عليها السلام؟ نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لقد شغلني أمر مريب وأنا أقرأ البارحة في كتاب ذخائر العقبة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بأهل بيتي خيرا فإني أخاصمكم عنهم غدا، ومن أكن خصمه أخصمه، ومن أخصمه دخل النار. يا له من حديث يزلزل الكون. وهل هنالك من يجرؤ على خصومة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ نعم، واسمع هذا الحديث الذي قرأته في المستدرك للحاكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيبقى أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا. وقال: إلى الله أشكو المنكرين لفضلهم والمضيعين لحرمتهم بعد. ما الذي جرى يا أبا خالد؟ وهل طاردوا وشردوا أهل بيته ولم يحفظوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هنالك من ينكر فضل وقدر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
فتعال معي نتصفح هذا التاريخ الذي بيدي، وقد أخفي الكثير من فصوله، ولكن هذا ما استطعت أن أجمعه من مصادر عدة ومتفق عليه لنرى ما الذي جرى. السلام عليك يا رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم أقل لكم وآمركم أن تنفذوا جيش أسامة؟ بلى يا رسول الله. فلم تأخرتم عن أمري؟ فأما أنا فقد خرجت ثم رجعت لأجدد بك عهدا. وأما أنا يا رسول الله إني لم أخرج لأنني لم أحب أن أسأل عنك الركبان. نفذوا جيش أسامة، نفذوا جيش أسامة، نفذوا جيش أسامة. ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ماذا يريد أن يكتب لنا؟ دع عنك هذا، فإنه لا يستطيع أن يكتب شيئا. إلى أين؟ ارجعوا عن ذلك. إن الرجل يهجر ولا تأتوه بشيء، فإنه قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. نعم، هذا ما وجدته في التاريخ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وما كان يريده الخليفة هو أن لا يتعب النبي بكثرة القيل والقال حوله. ما تقول يا أبا سالم؟ هذا أمر إلهي. ألم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدوات والكتف؟ والرسول ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أطيعوا رسول الله. آتوه بالدوات والكتف. ما بكم؟ ألم أقل لكم ارجعوا عن ذلك؟ إنه يهجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا نأتيك بالدوات يا رسول الله. أبعد الذي قلتم؟ قوموا عني، ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. أسمعت يا أبا سالم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بأهل بيته خيرا، ولقد قرأت في كتاب المناقب لابن المغازلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الويل لظالمي أهل بيتي، عذابهم مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
ومن يجرؤ على ظلم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله. يا أم سلمة، نعيت إلي نفسي هذه الساعة، فسلام لك في الدنيا، فلا تسمعي بعد هذا اليوم صوت محمد أبدا. يا أم سلمة، ادعي إلي حبيبة قلبي وقرة عيني فاطمة تجي. نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك البقاء يا أبتاه، ألا تكلمني كلمة؟ يا فاطمة، لا تبكي، فداك أبوك، فسوف تلحقين بي مظلومة مغصوبة، وسوف تظهر بعد حيلة النفاق، ويشتمل جلباب الدين، وأنت أول من يرد علي الحوض. يا أبا، أخشى الضيعة بعدك. يا بني، أنت المظلومة بعدي، وأنت المستضعفة بعدي، فمن آذى